طب هحتاج ايه علشان ابقى جنراليست؟ هل كذا لغه ولا عباره عن ايه؟ عشان مش فاهم كويس. هو احنا محتاجين برضو نطلع من المايند سيت بتاعت الادوات، ايه الادوات بالظبط، محتاج لغه ايه ومش لغه ايه، مش ده الفكره. عشان تبقى جنراليست انت بتبقى اغلب الوقت محتاج يكون عندك مايند سيت انك انت كله في الاخر كود. يعني دي النقطه اللي دايما بحاول اوصلها للناس. محتاج دايما ما تبقاش مرتبط قوي بالتكنولوجي. مش هو انا بشتغل رياكت بس او بشتغل جافا سكريبت بس او بشتغل سي شارب بس. لا، هو في الاخر كله كود، كل الكود واحد. المبادئ واحده في الاخر. فانت طول ما انت عندك المبادئ دي قويه، يعني بتفهم، فاهم يعني ايه اوبجكت كويس، فاهم يعني ايه ديزاين كويس، بتعرف اللوجيك كبرمجه، يعني فاهم بتعمل بتلوجيك ازاي الكود بتاعك. التكنولوجيا هتروح وتيجي. انت ممكن النهارده مثلا انت شغال في مشروع محتاج شويه جافا سكريبت، هتفهم الدنيا شغاله ازاي في الجافا سكريبت. محتاج انا عندي ايه في يعني مخيلتي عايز انفذ ايه وهنفذه بالجافا سكريبت. فمحتاج يبقى عندك الفكره بتاعت ان انا بفكر اصلا بشكل ابستراكت شويه، واحاول اشوف بقى اللي انا بعمله ده اطبقه ازاي. فساعتها بالنسبه لي لغه البرمجه دي مجرد اداه، يعني انا هستخدمها عشان اعمل بيها حاجه، لكن هي مش مأيداني. اوكي. فانت ده بيخليك تقدر تتحرك ما بين الستاكس بشكل حر الى حد كبير. طبعا في ليميتس للحاجه، يعني في حاجات فعلا محتاجه تخصصات دقيقه. يعني مثلا انا مش هبقى جنراليست واروح اشتغل مثلا اعمل كيرنل بروجرامنج. اعتقد عشان تكتب كيرنل ديفلوبمنت مثلا في لينكس ولا في ويندوز ولا حاجه، محتاج تكون دارس شويه التخصص ده، لان ده تخصص عميق قوي وفيه تفاصيل كتير. مثلا لو انت شغال في الجيمنج مثلا، بتعمل مثلا جيم انجن ولا حاجه، لا محتاج تدرس شويه حبه حلوين وتفهم التفاصيل بتاعت الحاجه دي قبل ما تقول على نفسك انك انت ايه متخصص في الجيمنج. لكن التطبيقات الى حد ما، البيزنس ابلكيشنز، الكونسيومر ابلكيشنز، الانتربرايز ابلكيشنز، كل الكلام. معلش جات لي مكالمه في وسط التسجيل فما رضيتش اعيد من الاول. يعني فانا كان قصدي بس ان كل الكلام ده بيبقى في الاخر مش فارق كتير لو انت الاساسيات بتاعتك قويه. وده اللي محتاج تهتم بيه علشان تفضل جنراليست، او على الاقل تبقى جنراليست. انت ممكن وانت في وسط ما انت تبقى بتعمل انت جنراليست كل حاجه، بتشتغل في حاجات كتير، يعجبك دومين معين، يعجبك تخصص معين وتدوس فيه شويه، اللي هو بيحصل بقى موضوع التي شيب ده، انك انت يبقى عندك معلومات كتير وبعد كده في حته معينه ممكن تاخد شويه تعمق فيها. فده طبيعي. لكن فهي مش ميوتشوال اكسكلوسيف يعني، او مش يا اما ده يا اما ده. ساعات الاثنين ممكن تبقى في الاثنين دايس عادي يعني.